اغتيال الباحثة المصرية ريم حامد في فرنسا بعد مراقبة وتهديد في ظروف غامضة. توفت ريم حامد مساء أمس السبت 24 أغسطس 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، حيث كانت تجري أبحاثها الدراسية للحصول على درجة الدكتوراه. ريم حامد هي باحثة مصرية كانت في مرحلة الدكتوراه في معهد البيولوجيا التكاملية للخلية في جامعة باريس، وحصلت على درجة البكالوريوس في التكنولوجيا الحيوية من جامعة القاهرة، وحصلت على درجة الماجستير في علم الجينوم وعلم التخلق من جامعة باريس. التحقيقات جارية لمعرفة سبب وفاتها ولتحديد إذا ما كان هناك سبب جنائي. كما كانت المرحومة تشكو باستمرار على صفحتها من عمليات تجسس ومطاردة وإيذاء متعمد تتم تجاهها ونشر غاز بغرفتها، وتسمم بالأكل بجرعات متزايدة بعد رفضها العمل في جريمة الذرة سميرة موسى المصرية، والذي كان من بين أهدافها جعل الاستخدام الطبي للتكنولوجيا النووية في متناول جميع الناس. كل الدعوات للدكتورة ريم بالرحمة والمغفرة، وأن يلهم الله أهلها وذويها الصبر والسلوان. أنا لله وأنا إليه راجعون.